امجد باعت لي كومنت بيقول لي عايز اسيب الشغل بس ما عنديش مهاره اعتمد عليها ومش عارف اتعلم ايه او اعمل ايه. طيب بص يا امجد، انا هقول لك على شويه مجالات دلوقتي هي المجالات اللي مطلوبه في السوق، ومعظمهم ان ما كانش كلهم داخل فيهم الذكاء الاصطناعي، وده طبعا بيخليك ان انت تقدر تعمل شغل كتير جدا في مده قليله، وبالتالي هتقدر تطلع فلوس اكتر. اي مجال من المجالات اللي هقول لك عليها دلوقتي دي تقدر تتعلمه يا اما في شهر واحد يا اما شهرين ماكسيموم، تمام؟ بس ده التعليم، تمام، مش الخبره. تقدر طبعا بعد ما تتعلم تنزل في اي شركه سواء انترنشيب او تنزل تشتغل معاهم كحد فريش، وتقدر تكتسب الخبره، وتقدر طبعا يعني تتعين وتبدا من هنا الكارير بتاعك، تمام؟ فخليني اقول لك على اول مجال، وهو المجال اللي انا شغال فيه وبحبه جدا، هو مجال الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني. تاني مجال واللي برضه كنت شغال فيه لمدة سنتين هو مجال البرمجة، تمام؟ كنت فول ستاك ويب ديفلوبر، فتقدر تتعلم الويب ديزاين او الويب ديفلوبمنت. وطبعا الموضوع بقى سهل قوي دلوقتي مع الفايب كودنج، ان انت خلاص بتقول للاي اي انت عايز ايه وهو بيساعدك، فانت ما بتضطرش تتدخل وتكتب كود، غير يعني في حالات بقى ايه يعني الاي اي يعني عاجز ان هو يعملها وده صعب، تمام؟ لان الاي اي خلاص بقى يقدر يتعامل مع الايرورز حتى دلوقتي، تمام؟ تالت مجال هقول لك عليه هو مجال الفيديو اديتنج، تمام؟ ورابع مجال هو مجال الديزاين، تمام؟ انت لو اشتغلت برضه كجرافيك ديزاينر تقدر تطلع فلوس كويسه جدا، وتقدر تشتغل مع شركات حتى ريموتلي، تمام؟ او كفريلانسر. بس ده طبعا بعد ما تنزل شركه وتكون اشتغلت في وسط تيم واتدربت في اي مجال من اللي بقول لك عليهم دول، بحيث ان انت تبقى متمكن وتقدر ساعتها تطلع فلوس اونلاين بشكل سهل. عندك مجال الكلاود، تقدر برضو يعني تتعلم مجال الكلاود، ومجال كبير جدا جدا وفيه فلوس كويسه قوي. بس فدي بعض المجالات البسيطه اللي انت ممكن تتعلمها مبدئيا، وتقدر تستفيد بمساعده الاي اي فيها كمان. اكتب لي بس في الكومنت اي اي وانا هبعت لك كل الكورسات المجانيه اللي تخليك تتعلم اي مجال من دول. سلام.